لو ناوي تعمل موقع ووردبريس عشان رخيص وسريع، اسمح لي اقول لك انك بتقع في نفس الفخ اللي وقع فيه 80% من اصحاب المشاريع وندم. كتير من اصحاب المشاريع اول ما يقرروا يعملوا ويب سايت، اول حاجه بتخطر في بالهم ارخص طريقه اعمل بيها ويب سايت شكله كويس وسهل، واكتر حاجه بتتكرر قدامهم هي الووردبريس عشان مجاني وسهل وسريع، مش محتاج برمجه معقده. بس للاسف دي بتكون بدايه لمشاكل اكبر بكتير. اول كام شهر كل حاجه بتبقى حلوه، لكن اول ما تيجي تعمل تحديث لاي بلجن او سيم او تجيب ديفلوبر يعدل حاجه بسيطه، تبدا الكوارث. الويب سايت بيقع فجأة، الصفحة الرئيسية بتختفي، سرعة التصفح بتنهار، الاس اي او بيقع كمان في الأرض. ولما تروح لأي مطور ووردبريس أول جملة هتسمعها في تعارض ما بين الإضافة الفلانية والسي، محتاج نشيل دي ونحدث دي وندفع كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ليه بيحصل كده؟ لأن الووردبريس مبني على أكتر من 80% من الإضافات من ناس مختلفة، كل بلجن بيشتغل بطريقته، كل تحديث ممكن يعمل تعارض مع أي مكون تاني في الويب سايت. لكن في البرمجة الخاصة الموضوع مختلف تماما، مفيش إضافات عشوائية، مفيش تحديثات غير محسوبة، والكود مكتوب مخصوص عشان مشروعك انت لوحدك. طبعا معاه لوحه تحكم بسيطه وسلسه، مش مليانه حاجات ملهاش لازمه، واهم حاجه الامان والاستقرار بتاع الويب سايت على المدى الطويل. لو عايز ويب سايت يكون اصل استثماري في شغلك مش صداع شهري، تابعنا وهنعلمك ازاي تبني موقع من اول يوم باساس قوي. تواصل معانا او زور الويب سايتس بتاعنا وهنساعدك تاخد القرار الصح وانت مرتاح.